بالصوت وبالصورة فضيحة جديدة داخل نادي الزمالك. إخلاء الأعضاء من داخل نادي الزمالك. مفيش ولا عضو داخل نادي الزمالك لحد الساعة 9:30 وتم الإخلاء تماما، ومفيش حد موجود جوه النادي ولا عضو ولا حتى العاملين ولا الأمن، والنادي تحس إن بقى خرابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وإخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. النهاردة فيديونا استثنائي. الفيديو النهاردة ناري، هنجيب لكم بالصوت وبالصورة ومن داخل نادي الزمالك الوضع إيه حاليا داخل نادي الزمالك. بس قبل ما نحكي في أي حاجة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وادعم أخوك باللايك يا أبو الصحاب، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. فيديونا النهاردة بالصوت وبالصورة، وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الفيديو ده هتلاقوا نادي الزمالك خرابة، مفيش فيه ولا عضو. فين الأعضاء؟ وديت الأعضاء فين يا عم مرتضى باشا منصور؟ البعض بيقول إن مرتضى منصور ممنوع من دخول النادي، وإن النادي تم إخلاؤه ومنعوا مرتضى منصور من دخول النادي، وزي ما حضراتكم شايفين لا حس ولا خبر لأي حد جوه النادي. والبعض بيقول لا، ده مرتضى منصور اللي طفى النور على الأعضاء وقال لهم كفاية عليكم كده، لما تبقوا تقدروا ترجعوني من تاني لحكم نادي الزمالك هبقى أسمح لكم إن انتوا تخشوا. وإنه طفى النور في تمام الساعة 9:30، حتى المفروض كان سابهم حتى لحد الساعة 12، لكن من الساعة 9:30 واحنا يعني اخر يوم في اجازة العيد تطفي النور. محدش فاهم حاجة ومحدش عارف اي حاجة، ولحد ما بكلمكم ما كانش حد فاهم هو ايه الموضوع، لحد ما طلع خالد الغندور على قناة نادي مرتضى منصور الزمالك سابقا عشان يتكلم على الفيديو اللي بنوريه لحضراتكم ده، ويقول اشاعات وان الناس بتتكلم وان بعض اللايفات والبثات طلعت من جوه نادي الزمالك وان هو مش عارف الامر فيه ايه، لكن لو الامر صحيح او حتى الامر غلط النادي الزمالك بيمر بظروف صعبة، ونادي الزمالك فيه حاجات يعني محدش قادر يفهمها، وان الامور دي مش هتخلي الفرقة تاخد بطولة، وان المفروض ان الجمهور يتكاتف. ونسي خالد الغندور انه يقول ان في قرار بعزل المستشار مرتضى منصور وده حكم محكمة، وان المعالم مستشار مرتضى منصور كان محبوس لمدة شهر بسبب سب اخت الكابتن محمود الخطيب، وان اللائحة يا كابتن خالد بتقول ان المفروض بتزال عضوية اي عضو خد حكم مقيد بالحريات، وان ده الطبيعي ان مرتضى منصور يتشال من نادي الزمالك. بس اللي انا عايز اقوله لك يا كابتن خالد ان انا كزملكاوي بشرب قهوة سادة على حال نادينا المحزن. وانا بتفرج مع حضراتكم كده كنت لازم اشرب القهوة السادة، لان الحال اللي عليه نادي الزمالك دلوقتي حال لا يسر عدو ولا حبيب، وما كانش ينفع نشرب القهوة مظبوطة ولا حتى زيادة. القهوة دي لازم تكون سادة عشان خاطر اللي بيحصل ده عزا، اللي موجود قدام حضراتكم ده عزا نادي الزمالك وخلاص. ما عادش المفروض حد يفتح بقه غير الدولة. الدولة المصرية لازم تتدخل لإنقاذ نادي الزمالك. الدولة المصرية لازم يكون لها دور حاسم في حسم الأمر وعزل مرتضى منصور وتطبيق القانون. لحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا، ويا رب يا رب يصلح من حال الزمالك، ويا رب يكون الفيديو يعني نال اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك ادعم اخوك باللايك يا ابو الصحاب، وفضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.